اخوك مميز عشان مميز، عشان الدنيا ما جابتش مني. خلصنا شد وشطبنا حبي على كل قاطع فهمان في حلك. خرفت خيبته من ده ينافسني على قد ايدي ومش قد اسمي. عفيف بشقي في كلام بشكل، وقبل ما امشي بسيب له خيط مناطع ان انتوا شباب لسه ماشيه بكتفاستي وبتعني. بس تفهم اني كفيل انيمكوا في بيتكم من المغرب. يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان انا مأخر شويه عليكم في حوار الفيديوهات ده، بس انا بقى زي ما قلت لكم انا حوار المعهد والشغل وكده، فادعوا لي ربنا يقويني وبرضه انزل لكم فيديوهات. المهم النهارده انا جايب لكم نسختي الجديده. النسخه دي مش اعمال، دي نسخه فوق متجر. فيها شبه من النسخه اللي انا كنت منزلها اللي هي فيها 220 زرار، بس دي 300 زرار. تمام، لان انا لقيت ناس كتير قوي بتكلمني بتقول لي نزل نسخه فيها زراير كتير، فانا قلت ايه انزل لكم نسخه جديده. طبعا انا قبل اي حاجه حابب اشكركم على وصولنا ل1000 مشترك. احنا كده يعتبر عدينا يعني نص الصعب، باذن الله هنعدي كله مع بعض، بس محتاجين ايه شويه دعم كده وان شاء الله كله هيجي. المهم انا مش عايز اطول عليكم الفيديو، تعالوا بقى نشوف النسخه وجمدانها. النسخه دي يا جدعان حرفيا من اجمد النسخ اللي انا بنزلها واللي لسه هينزل. طبعا هينزل اجمد واجمد واجمد بكتير كمان. المهم يا اخواتي هي دي شكل النسخه، شكلها من بره زيزو الهرم الرابع. تمام، شكل النسخه جامد قوي يا اسطى. بص كده ركز معايا، ادي شكل النسخه. النسخه طبعا بيجيب لك اللي اونلاين، وبيجيب لك العلامه اللي هي جنب الصوره بتاعت الشخص اللي اونلاين. تمام، تعالوا مثلا نخش نشوف الشات بتاعنا وشكل الشات. طبعا ده شكل الشات يا اسطى. تمام، دي واحده كده ايه نفضي الشات عشان ميبقاش فيه ايه. ده شكل الشات يا اسطى، حاجه عظمه جدا، جامد قوي. الوول بيبر جامده قوي. الوول بيبر دي ما اعتقدش ان هي مع اي حد اساسا في المجال غيري. تمام، ده يا اسطى شكل المسج، علامه المسج، حاجه كده رايقه يا اسطى. من الاخر انا مروق عليك. تمام، قبل اي حاجه كده يا اسطى وانت تتفرج على الفيديو دوس لايك، مش هتخسر حاجه. دوس لايك، ولو انت مش مشترك اشترك. وبعد بعد الفيديو ما يخلص نزل نسخه وجربها، ولو عجبتك يا اخويا حط لي كومنت ايه حلو كده على ذوقك. المهم ايه يا اخواتي، تعالوا بقى نكمل ونشوف الاضافات اللي في النسخه وجمدانها وكل الكلام ده كله. اولا كده النسخه فيها تذكر في الشات اهو، ده تذكر اهو. تمام، شكل الانتري جامد قوي. طبعا شكل علامه الارسال جامده. لون البالون ذات نفسه جامد. تعالوا بقى ايه نخش نشوف المميزات. طبعا فيها وضع طيران، دي بتحول ل7K. تمام، البي سي بتاعها بيوصل ل5000. تمام، كل ما يخص زيزو الهرم اول واحده. ده طبعا الشات بتاعي يا اسطى، لو حبيت تخش تسالني على اي حاجه، وفوق القناه بتاعتي. تمام، هنا البرايفسي طبعا كلنا عارفين كل الكلام ده، احنا مش محتاجين نقوله تاني. تمام، في بقى اللي هو تنظيف الملفات، احنا عارفين تنظيف الملفات طبعا. اعدادات الميديا، ارسال الصوره بدقه عاليه، تعطيل فهم الصوره، ارسال صوره عاليه الجوده، تحميل مقاطع فيديو عاليه الجوده، تحميل ستيت اطول من 30 ثانيه، حدد شريط البحث، حدد الاي بي تشينج، حدد جوده الميديا اللي انت هتبعتها. تمام، النسخ الاحتياطي والاستعاده طبعا احنا عارفينه. اللي تحت هنا بقى اللي هو التنظيف اللي هو النسخه. تمام، عندي بقى هنا تحت الاضافات اهي، نخش على الاضافات. جمدان الجمدان بقى يا اخواتي، بصوا. لا وفي حاجات تانية، ده انا لسه هقول حاجات تانية. تمام، عندك اول واحده كده نخش نشوفها اللي هي اعدادات الشاشه الرئيسيه. دي حاجه جوه الاضافات اصلا اهي، ادي اضافات جوه الاضافات، فاهمني. عندك ستايل الخطوط، ستايل الواجهه، ستايل السطور، تغيير خلفيه الشاشه الرئيسيه اللي هو تغيير خلفيه الواجهه من بره، الافكتات، اخفاء شريط الادوات، واخفاء ايقونه البحث، وتعطيل نقب جهات الاتصال عبر الانترنت، اللي هي الحاجات اللي هي ممكن تهنج النسخه بقى شويه. كل الحاجات دي ايه انا حاطط لك زرار عشان ايه تلغي تفعيلها. وعندك يا اسطى حط اسمك في الواجهه، طبعا احنا عارفين كل ده. وحط البايو بتاعك في الواجهه. لما انا معرب لك كل حاجه. في بقى يا اسطى عندنا ايه، رجعنا كده خطوه نشوف الاضافات بتاعتنا. عندنا تكوين شريط البحث، تكوين شريط الاجراءات، وتكوين فقاعات الدردشه، تكوين شريط الاجراءات مثلا. عندك ستايل الاكشن بار، واخفاء رمز الاتصال، واخفاء رمز مكالمه الفيديو. وفي عندك اخفاء رمز مكالمه الفيديو اللي هو في الرومات. الكلام ده في الشتات. اول واحده دي اللي هي في الشتات، وتاني واحده برضو، تالت واحده اللي هي في الرومات.
وبرده اخفاء رمز مكالمة الفيديو ده برده في الرومات. تمام اهو الاتنين دول في الرومات ودول في الشتات. حلو. وده طبعا ستايل الاكشن بار. تمام. نرجع كده خطوة، احنا كده خلصنا تكوين شريط الاجراءات واعدادات الشاشة الرئيسية. معانا تكوين فقاعات الدردشة، معانا اظهار مين رفعك ادمن ومين نزلك، طبعا انتوا بتحبوا الحاجات دي. والمسؤول جنب اسم المشارك، اللي هو مثلا يا اسطى انت لو مفعل الزرار ده ومثلا انت في روم مثلا والادمن بيتكلم، هتلاقي جنب رقم الادمن مكتوب كلمه ادمن، ان هو يعرفك ان ده ادمن يعني، فاهمني. في عندك تغيير لون البالون والصوره في المسج، ولو فعلت الزرار ده هتلاقي التاريخ بقى جنب الوقت. طبعا في ناس بتحب كده وفي ناس ما بتحبش كده. تمام. دي طبعا تكوين فقاعات الدردشه. تعالوا نشوف تكوين ادخال المحادثه. في عندك يا اسطى ستايل الانتري، عامل لك ستايل الانتري وحاطط لك ستايل بوردة الانتري دي، اللي هو بيبقى جوه الانتري. الاسم اللي بيبقى موجود جوه الانتري انا كاتبه زيزو الهرم الرابع، انت لو حابه تغيرها هتلاقيه هنا. تمام. عندك ارسال اكتر من 30 صوره، اعكس شات وطير خصمك، تفعيل رمز الترجمه في الادخال، اللي هو انت لو فعلت دي كده وجيت تخش الشات اهو، بص كده يا اسطى، مثلا هخش شاتي اهو، هتلاقي يا اسطى ايه مثلا ما تكتب، هتلاقي علامة اللي هي الترانسليشن دي اللي هي بتاعت الترجمة. انت مثلا في جملة انجليزي مش فاهمها، خدها كوبي حطها هنا كده يا اسطى في الانتري. تمام. وبعدها دوس على علامة الترجمة دي واختار اللغة اللي انت عايز تترجمها ليها، هتترجم على طول. حلو قوي. معانا بقى ايه، تعالوا نكمل. طبعا النسخة دي بتضيف حسابات، اللي هي مش بتاخد حساب واحد بس، لا بتاخد كذا حساب. تمام. تعالوا ايه نكمل. عندنا بقى ايه، انا وريتكم بقى اللي هي تفعيل رمز الترجمه في الادخال دي. نرجع بقى كده خطوه. عندنا بقى يا اسطى تغيير الالوان بتاعه النسخه، ستايل التكوين، ستايل البروفايل، فصل الرومات عن الشتات، تغيير سلاسل الجدوله، منشن للكل في الروم، حذف الاستيت تلقائيا بعد المشاهده. دي يا اسطى لما بتفعلها وتيجي مثلا تتفرج على ستيت، هتلاقي كل ستيت اتكرر كده ورا بعضه وفجاه اتمسح. دي بتفك تهنيج عالي قوي، معظم الناس مش عارفينها اصلا. تمام. في عندك تغيير حجم الملصق، اللي انت لو فعلت الزرار ده وفي مثلا واحد بعت لك الاستيكر هيجي لك بحجم كبير. في عندك تفعيل نص القنبله في الادخال، اللي هو ايه، اللي هو التذكر طبعا اللي احنا عارفينه. وعندك اخفاء رمز اللي هو التذكر اللي في الشات. وفي تغيير النغمات، في اظهار لون فقاعة اللمس اونلاين دايما، لو فعلتها يبان انك اونلاين على طول. في عندك جهات اتصال اخرى، في حاطط لك هنا هو اللي هو افلام ومسلسلات دي، اللي هو ايه الانيميشن والكلام ده. تمام. وحاطط لك اخفاء الوسائط من المعرض، اللي انت لو دخلت هنا كده وقمت مش مفعل دول، الوسائط اي حاجه هتجيلك بقى من اي حد مش هتنزل عندك في الجاليري. فعله كانك ما دخلتش الشات، اللي هو يا اسطى لو فعلت ده كده ومثلا وانا بقى واحد باعت لي مثلا اي حاجه، تعالوا كده نطلع نشوف مثلا مثلا كده اهو ايه، اخش على الشات بتاع امون مثلا او امون طنطا، هو بعت لي 9 حاجات اهو. انا المفروض لما اخش الشات واخرج رمز ال9 ده يتشال. انا هخش الشات اهو. تمام. وهخرج 9 ما اتشالتش، كانك ما دخلتش الشات اصلا، بس انت دخلت وشفت كل حاجه. حاجه جامده قوي يا اخويا. تمام. تعالوا بقى نكمل مع بعض. عندك يا اسطى، عندك فعله كانك ما دخلتش الشات اهي. تمام. هنقفلها. عندك طرق عرض وهميه في الحاله اللي هي ايه، تزويد مشاهدات اللي هو الفيك في الستيت، واخفاء الاسم والتاريخ، وتمكين النص قابل للتحديد. كلها اضافات يا اسطى بوم. تمام. تعالوا بقى ايه، خش على زراير الفيروس، ودي اللي الناس بتبقى مستنيها طبعا وحبها اكتر. عندك يا اسطى بقى ايه زراير الفيروس، اللي هو عدم تهنيج قطع نت، تحسين الاتصال، عندك ضخ 41 جهة اتصال، ريبلاي مستمر والناس بتحب دي اصلا. اي نعم هي الزراير بتاعت الفيروس مش كتيرة، بس هي معظمها جامدة جدا، فعالة عشان تدي لحد كراش كول، حذف الاستيت تلقائيا بعد المشاهدة، التحصين بنسبة 95%، مش هتهنج بنسبة 100%. بص يا اسطى، ما تهنكش الواجهة، اول واحد ده ما تهنكش الواجهة، فاهمني يا اسطى. انت زي ما انت شايف كده يا اسطى، انا بيطلع عيني والله العظيم عشان اعمل لكم النسخ دي، فاهمني. فانا يا اسطى عايزك تقدرني، خش وانت ما عملتش لايك تاني اهو، انزل اعمل لايك يا اسطى، ما تكسلش، مش هتخسر حاجه. تمام. واحلى مسا عليكم، يا رب النسخه تعجبكم، واسيب لكم اللينك بتاع النسخه في الوصف. كان معاكم زيزو الهرم الرابع يا اخواتي، مع السلامه.